عدم التوفيق في بعض جوانب حياتك ملوش علاقة أبدا بصلاحك أو رضا ربنا عنك. عادي جدا بنشوف شخص غير صالح الدنيا تمام معاه جدا وأبواب الرزق مفتوحة قدامه، وبنشوف الصالح اللي بيعافر عشان يجيب بس قوت يوم والدنيا تحس إنها مقفلة في وشه. عدم التوفيق اللي احنا بنشوفه أو بنقابله مش مقياس طول ما احنا بنقيسه على مستوى دنيوي. اللي احنا بنشوفه عدم توفيق ممكن يكون تدبير من ربنا، ممكن الباب اللي مقفول ده يكون فيه شر ليك، ويمكن ليك باب تاني غيره، ويمكن اصلا الباب ده مش رزقك وليك رزق في حاجه تانيه. اللي احنا بنشوفه عدم توفيق ربنا بيختبر رضاك وصبرك، يمكن مقابل الابتلاء ده جايزه كبيره قوي مش شرط تاخدها في الدنيا. عدم التوفيق مش عقاب لينا، احنا مشكلتنا اننا بنبقى فاكرين ان في حاجات معينه بنحبها في الدنيا المفروض تكون لينا عافيه يعني، نبقى عايزين نجبر القدر انها تتحقق، نبقى فاكرين اننا نستحق كل حاجه بنتمناها وبنحلم بيها، بس الحقيقة إننا مأمورين بالسعي فقط بدون ارتباط بمكافأة أو نتيجة دنيوية. سنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.